وقبل أن نبدأ لا تنسى وضع لايك والاشتراك في القناة. تطورات صادمة جدا في قضية وفاة نجمة مسلسل باب الحارة الشهير الداية إمزيكي، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى خادمتها الأوغندية فيكي أجو. لكن الخادمة أدلت بتصريحات خطيرة اليوم الجمعة، حيث أكدت المحققين بأن القاتل شخص من أقارب الفنانة الراحلة وليست هي. وقالت: في الأيام الأخيرة كنت بالمطبخ أقوم بإعداد العشاء، فسمعت سيدتي تصرخ وتقول عبر الهاتف: اتركني وشأني يا طماع، لماذا تقوم بالضغط علي لأبيع مجوهراتي؟ هل تريد أن ترثني وأنا بالحياة؟ لا زلت حية وسوف أموت يوما ما، وستحصل على نصيبك من الذهبات. وأغلقت الخط وأضافت: فيكي سيدتي تمتلك 7 حقائب ممتلئة بالذهب، وقد ارتفع ثمنه هذا العام. ربما يكون هذا الشخص أحد أفراد العائلة وقام بخنقها لكي يرث نصيبه من التركة. وبما أنني أنا الحلقة الأضعف في هذا اللغز كوني خادمي، فمن الطبيعي إلصاق التهمة بي.